قرية كاملة ما فيهاش بني آدم واحد، وكل اللي فاضل فيها شوية دمى. ده مش فيلم رعب، دي قرية موجودة بجد في اليابان، والناس لما بتسمع عنها يا بتتخض وبتخاف أو بتسافر مخصوص عشان تشوف حكاية القرية دي، وليه الناس كلهم مشوا وسابوها. ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهاردة. قرية هادية جدا، تشوفها من بعيد تبقى مبهور بالمباني الشيك والمدارس والبيوت ومحلات البقالة ومحطات الأتوبيس والأراضي الزراعية اللي موجودة فيها. لكن الغريب إن القرية ما فيهاش بني آدم واحد، كل اللي موجود فيها هو شوية دمى. أيوة، لعب محشية قطن على شكل وهيئة بني آدمين، ملامحهم قوية لدرجة تخوف، والكل بيستغرب وجودهم. فأهلا بيكم في قرية ناجورو، أو زي ما بيقولوا عليها قرية الأشباح اليابانية. القرية دي معروفة بحجمها الصغير جدا، وكانت في يوم من الأيام مليانة بالحياة، وبيوتها مفتوحة ومدارسها شغالة ومحلاتها مش بتقفل تقريبا. بس مع مرور الزمن كل ده حرفيا اختفى، واللي حصل إن كبار السن في القرية دي رحلوا واحد ورا التاني، وده اللي عمل خلل في التركيبة السكانية للقرية دي، وخلى الشباب تقرر إنها تغادر القرية دي وتروح للمدن الكبيرة، وده عشان تدور على شغل وعلى حياة أسرع من حياة القرية بكتير وأحدث. والقرية عدد سكانها بعد ما كان عدد السكان اللي فيها حوالي 300 بني آدم نزل ل 30 بس عايشين فيها. وفجأة ناجورو بقت فاضية، وكأن الزمن وقف بيها، لدرجة إنك لو فكرت تروح اليابان وتزورها هتحس إنها قرية أشباح. المدارس مقفولة ومحلات البقالة كلها مقفولة، وكل حاجة في القرية دي اتحولت لجماد حرفيا، كأن القرية دي نفسها عجزت. أما بقى حكاية الدمى اللي موجودة في القرية دي، فاللي حصل انه في ست بسيطة اسمها توسوكيمي ايانو. الست دي قررت ترجع لقريتها بعد سنين عاشتها في مدينة اوساكو، واللي بتكون واحدة من اكبر مدن اليابان. ولما رجعت اتفاجئت الوحدة اللي موجودة في القرية، وازاي بقت فاضية حرفيا، ما فيهاش حتى بقالة مفتوحة ولا بني ادم واحد تشتري منه رغيف عيش. واتفاجئت ان القرية بقت مهجورة ومحدش بيزورها، ولكن قررت تقعد في بيتها وتعيش لوحدها. في يوم من الأيام وهي بتزرع الجنينة بتاعتها قررت تعمل فزاعة عادية تحمي الزرع، بس على سبيل الهزار عملتها شبه أبوها، لبستها هدوم وخلت ملامحها قريبة منه. والنتيجة كانت غريبة جدا، هي إن الجيران عدوا الصبح لقوا أبوها واقف في الغيط، قالوا له صباح الخير، انت صاحي بدري قوي النهارده، وما خدوش بالهم انها فزاعه. من هنا الفكره جت في دماغها، فقالت طب ما اعمل دمى تانية، واحده ورا التانية لحد ما الموضوع خرج عن السيطره. توسوكيمي بدات تعمل دمى بحجم البشر مكان الناس اللي رحلت والناس اللي سابت القريه. كل دمية ليها شخصية، ليها قصة، وليها اسم معين، وعملت أكتر من 400 دمية على شكل إنسان. والنهاردة في ناجورو عدد الدمى أكتر من عدد البشر ب10 مرات، يعني القرية حرفيا سكانها دمى أكتر من البني آدمين، بمعنى إنه لكل 10 دمى موجود في القرية في بني آدم واحد حقيقي. والأغرب إن القرية اللي كانت بتنتهي اتحولت لمقصد سياحي، والناس في اليابان ومن العالم كله بتيجي مخصوص تشوف ناجورو. لكن قصة القرية دي بتحكي عن مشكلة بتواجه اليابان فعلا، وهي شيخوخة المجتمع واختفاء الحياة في المدن الريفية. يا ترى سمعتوا عن القرية دي قبل كده؟